عسلامة حبيباتي، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله يا رب تكونوا في ألف ألف خير ونعمة وأنتم تشاهدوا الفيديو هذا. ربي ينور أيامكم وينور دربكم، يعطيكم كل ما تتمناو. بسم الله على بركة الله. كالعادة نبدأ فيديونا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فيديو جديد لبنات، نهاير جديد، روتين جديد. اليوم الفيديو متاعنا في الكوجينة. صورته نهار الأحد، إن شاء الله يا رب يعطيني ويعطيكم بالعمر يهبط نهار الاثنين. خاطر أنا ديجا تو نعمله في مونتاج في السهرة. إن شاء الله يهبط نهار الاثنين، إن شاء الله يا رب تكونوا في ألف 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 خير ونعمة. ونقول شكرا 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 لكل واحدة تفرجت لي حتى في دقيقة، حتى عملت لي جيم كومنتير. ربي يبارك لكم، ربي يعطيكم كل ما تتمنوا. ما تتصوروش قديش يفرحني اني توصلني كمية كومنتات كما في الفيديو اللي فات. كلكم تفاعلتوا معايا، كلكم حكيتوا معايا. ربي يبارك لكم، ربي يعطيكم ما تتمنوا، اللهم امين يا رب العالمين. باهي البنات، الفيديو هذا قلت لكم صورته نهار الأحد. أنا نورمالمون نهار الأحد نقرأ الصباح، نقراو من 8:30 النهار، صباح كامل. أنا قلت البنات أنا ما نمشي نقرا كي بالطبيعة نحض نغسل معوني، نلم داري، ما نخليش كي نقوم الصباح للصبح ما عادش نرجع. يعني احنا في العادة ما عادش نرجع نرقد المدة هذه كل الصبح تو 5 وشوي. هكا هو ما نطيبو قهيوة، نحط فطور راجلي ما يخرج هو بكري يقري زادا يمشي، هو يحب يمشي يعمل مارش وانا نخلط عليه، يمشي على رجليه نخلط عليه من بعد. لأن هي النهار الوحيد اللي تصبح فيه راقدة شوي، ورغم اللي الأسبوع هذا البنات ما خليتهاش راقد فيقتها. الامتحانات ما كنت تعرف، هو ديجا بدات في الامتحانات بدات، وخاصة الأسبوع اللي باش يدخل الجاي بكل امتحانات بريسك يومي لي دوفوار دي كنترول، معناها كبسوا على بعضهم. المهم كما قلت لكم ديما نهار لحد نعمل لها كريب، وهي الكريب نتاعها ديما مالح. تحبوا مثلا هريسة الأكثرية هريسة فرماج. حتى نعمل لها عظيمة بركة، هي عظمة ديجا جتني 3 كعبات، ما نكثرش من الحليب باش ما تجيش جارية برشا وما تجيش كمية كبيرة. كعبة عظم، ما نقيسش بكاس ولا حاجة. نحط شوية زيت تقريبا مغرفة مغرفة ونص، شوية حليب، فرينة، شوية فلفل أكحل، شوية ملح. ما نعملش سكر فانيلي، لأنها كما قلت لكم مالح، نعمل شوية ملح وشوية فلفل أكحل وشوية زيت. ما عرفتش قلت الزيت ولا لا. هذه هي الكريب نتاعها. وكيف كيف قبل ما نخرج نطيب التاي. الحاجة الوحيدة نعملها نطيب التاي. نطيب قهوة، نهز معايا قهوة. أنا قهوتي ديما نسكافيه، رغم اللي شربت البنات الصباح. كي قمنا صلينا الصبح ديما نحب نعمل قهيوة هكا ونقعد نمشيو نقعدوا قدام التلفزة، ولا نرجع للفرش نقعد شادة تليفوني ولا حاجة كيما هكا، ولا نسبح ولا حاجة. المهم نحب قهوة الصباح. ونزيد نهز معايا قهوة أخرى باش نشربها في الراحة متاع العشرة. فما راحة متاع العشرة مرات نهز حويجة حلوة. ديما تكون كيكة ولا حاجة، ما فهمتوني. نهز حاجة حلوة جدا في ساكن، نهز دبوسة الماء. المهم لأنه 4 سوايع راهو سبحان الله الإنسان يجوع ويعيا وياكل حويجة تعطيه طاقة. أنا جبت لمريم الفرماج هو موتزاريلا وفرماج مثلثات، وحطيت لها الهريسة. أنا جوست طيبت لها الورقة، وهي كيف تفطر تحط لها معناها الهريسة والفرماج وتعاود تسخنهم وتروليهم وحدها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا تقريبا البنات كل أسبوع هكا يبدأ غدايا طايب. نطيب التاي، نلم الدنيا، نلم البيوت، نعمل مسحة للدوش في ساعة في ساعة، نغسل المعون، ما نخليش حتى حاجة في المعون. حتى مريم نقولها ماما صحن اللي كليت فيه هو الكل هذاك ما تخليوش، عاود اغسله باش كي نجي ما نلقى حتى شيء. جيست نسخن الغداء نفطروا. انا ديجا نقعد نستنى راجلي لانه هو يكمل ماضي ساعة. انا نكمل نص النهار نروح على روحي، هو يكمل ماضي ساعة نقعد نستنى. نروح معناها للدار نقعد نستناوه حتى لين يجي باش نفطروا. فطرنا يمكن حتى بعد الساعتين، حتى جا وحتى بدل حوايج وحتى ارتاح شوية. تغدينا كان بعد الساعتين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الكريب البنات عملتها المرة هذه أول مرة نعملها في المقلة الكبيرة متاعي. أنا عندي واحدة متاع كريب صغيرة. أما المرة اللي فاتت ما قبل ما نمشي لدار صابرين عملت فيها الكريب المريم وتقريبا ورقتين ولا 3 لوحتهم. تلصق، ما فهمت، ما عرفتش شنيا اللي رغم اللي هي شريتها البنات من المجيرة ومش ماشي رخيصة ومتاع كريب. المشكلة بركة إنها مش الدورة متاعها كبيرة برشا. المهم ما عملتش فيها المرة هذه أول مرة نجرب الكريب في المقلة هذه. عجبتني في المقلة هذه خي. هي البنات راهي ماهيش محروقة، هي الجرانيت أظن. لونها كيكة أكحل، هي من الجرانيت الأكحل، ماهيش
ماهيش محروقة ولا حاجة، هذاك لونها من داخل ومن برا. المهم عجبوني كعبات الكريب في المقلة هذه خير، قلت نعود نعمل في المقلة هذه خير. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذوما كعيبات الكريب هما جوها 3 كعبات، حط لها الهريسة والفرماج، نعبي قهيوتي هكا في ترموزي كعيبة نسكافيه وشوية حليب ونعمل على ربي. وهنا البنات العشية أول مرة باش نعمل حاجة حلوة بعد ما مشى طه. قبل والله كنت نتسبب بيه، يحب وليدي ما شاء الله عليه، ربي يبارك له إن شاء الله وربي يرزقه، ربي يحميه وربي يحمي لكم وليداتكم الكل البنات. سي البنات تقريبا تجوزت أنا. آه، مش نسيته، راه ما فماش حتى إنسان ينسى صغير وآمة، ومش تعودت على بعده كيف كيف نفس الشيء، ما فماش حتى أم تتعود على بعد صغير. آمة ما نعرفش كيفاش هكا وليت متقبلة، فوالا بالضبط متقبلة بعده، لا يمثلوا لا ما تقبلتش انه طه بعيد. قبل كيما قلت لكم انا حكيت لكم الحكاية هذه، قلت لكم كي كان في صفاقس، كي يقرا في صفاقس ولا ديما هكا في بالي يقرا ويرجع، ما اكثر مدة يمكن قعدها شهر ونص شهرين، بريس كل شهر لازم يجي. ديما في بالي هكا بيجي، مش كيما توا معناها على الاقل على الاقل هذه عام كامل معناها ما نشوفوش. هذايا مبدئيا معناها ما نعرفش يجي في الصيف ولا ما يجيش، والله ما عندي حتى فكرة. المهم تقبلت انه وليدي ربي ان شاء الله يعطيه كل ما يتمنى، انه وليدي يخدم على روحه في السعودية، هو زاد تأقلم، معناها عجبته البلاصة، وربي يعينه وربي يعين وليدات الكل. اول مرة قلت لكم باش نعمل حاجة حلوة، اول حاجة باش نعمل عصرت كعبات سيترون، باش نعمل سيترون في العصارة هذه. أنا مستنسة في الروبو، قلت المرة هذه خلينا نعصرهم، هما مش برشا، 4 كعبات. أول حاجة أعصرتهم، نحيت نص على بالي باش نعصرهم في الكيكة. أنا حتى الكريب الصباح عملت فيه عصرة قارص، أي حاجة فيها العظم نعمل عصرة قارص. تجيني القارص أو الخل، حاجة منهم اللي ينحي الزفارة متاع العظم أكثر من السكر فاني. عصرة القارص تنحي كومبليتمون الزفارة، خاصة في الكريب تعرفوا تعطي بالزفارة برشا. المهم نحيت بالقارص، حتى توا حطيت نص قارص، ومن بعد قلت تو نحط نصب شوية من القارص اللي باش نعصره. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بما إني ما عنديش ما طيبتش غداء، حتى العشاء كيف كيف مانيش مطيبة. عنا عشاء طيبت نهار طيبت الكسي، عملت شكشوكة متاع قرع. لا إله إلا الله. وهي مريم بالطبيعة ما ندورش بها، قلت نعمل لها كسكروت. ما تحيرنيش مريم، معناها حتى كعبة أومليت نقلي لها شوية سكالوب، طريفة هريسة، أي حاجة نعمل لها كسكروت تاكل. وماذا بها هي ديما كسكروتات، كيما الصغار الكل ماذا بها ديما كسكروتات. أول حاجة البنات باش نبدأ بها هي باش نغرب الفارينة والكاكاو. تعرفوا أي حاجة فيها فارينة ماذا بها تتغربل باش يدخل فيها الهواء، باش ما تجيش مكبدة هيك على بعضها. خذيت كاس عادي كما تشوفوا فيه في يدي، كاس عادي متوسط، ماهوش كبير وماهوش صغير. عملت كاسين فرينة، وعملت مغرفتين ونص كاكاو. هي نورمالمون مغرفتين، اما انا زدت شوية نص مغرفة. قلت باش تجي كيفاش هي، تجي لونها غامق وتجي معبية بالكاكاو. انا الكاكاو اللي خذيته من النوعية الباهية البنات. انتم كي تمشوا تشريوا اللي يبيع في الكاكاو تلقى عنده انواع، انا لقيت عنده 3 انواع، ثم كاكاو فاتح ثم متوسط وثم الغامق. خذيت اغلى نوع الصبة بالطبيعة، ثم حتى البكوات قهوة في الدبوزة. هذه 100 جرام شريتها والله تقريبا من عندها، وين ما استعملتهاش بالكل. متعودة كما قلت لكم قبل، كي يبدا تاع هناك ديما نعمل له كيكة، يحب كيكة في السهرة. توا هكا قلت خلينا نعملها لينا لينا ومريم على الأقل. وهي البنات كيكة أول مرة باش نعملها معاكم، اسمها كيكة البركان. حقيقة ربي راهو مش متاعي أنا ولا حاجة، شفتها برشا مرات في التيك توك، قلت خلينا نجربها. اسمها كيكة البركان، هي في الباز متاعها كيك عادي، اما تختلف ان تعمل لها الكريم باتيسير. تو تشوفوها من بعد سهله، اسهل منها ما فماش، وبنينه على الاخر، معناها تعطي الكريم تعطي طعمه بنينه للكيكه. تو تشوفوها، من عرش اذا حتى تحبوا تاخذوها من مصدر اخر تكتبوا في التيك توك في اليوتيوب واللي تحبوا. كيكه البركان تطلع لكم سهله بسيطه، ما تاخذش وقت، ما تاخذش مكونات، حاجه بسيطه. باش ناخذ عظمتين بالطبيعه البنات، قلت لكم راهي تعرفوها بريسك، تعرفوها الناس الكل.
باش نصب لمريم طيب لي الكريم باتيسير، هي عندها devoir جغرافيا. قالت لي يما جات والله بحذايا صدفة، قالت لي يما نرتاح شوية، قلت لها مالا مادام أنتِ ترتاحي اجي طيبني لي الكريمة. حطيت لها نص لتر حليب، 3 مغارف سكر، ديما السكر حسب اختياركم، 3 مغارف، 4 مغارف، مغرفتين، كل واحد واش يحب، أنا ناخذ ديما الوسط، 3 مغارف. وكريم باتيسير خذيتها جو فاني، ديما ماذا بيكم فاتحة فاني ولا بنان، خاطر الكيكة باش تكون غامقة بالكاكاو والكريمة تكون بيضة، تشوفوها في آخر الفيديو باش تبان كي تتقص. باهي قلت لكم نرجعوا للكيكة، خذيت عظمتين، كاس غير ربع، ديما كاس غير ربع في المكونات، كاس غير ربع سكر، كاس غير ربع حليب، وكاس غير ربع زيت. نعاود البنات المكونات، خذيت قلت لكم عظمتين، كاس غير ربع سكر، كاس غير ربع زيت، كاس غير ربع حليب لحد الآن. مغرف فوالا ساشي سكر فاني، شوية قارص ما كي العصرت، وشوية تقريبا قد مغرفة، وباش نركضها شوية حتى لين بالركاضة، حتى لين يذوب السكر. تنجم اللي تحب تركض بيديها تركض راه عادي، اما انا استعملت الركاضة الكهربائية باش نزر بالوقت. مريم قلت لكم تطيب لي في الكريم باتيسير، تعرفوا اسهل حاجه، نص لتر حليب بيك وكريمه وثلاثه مغارف سكر، هذه اسهل كريمه. ثم اللي يعملها بالعظم، انا عمري ما نعملها بالفص الابيض ونشا ونحط لها الزهر، لا لا بالحق ما نعرفش، هي يمكن تقليد الاصل متاعنا، قبل اماتنا يعملوه، اما انا الحق ما نحبهاش بالطريقه ذيك. نحب اول حاجه نستسهلها، نشري باكو تاع كريمه اي جو نحبها، هيك تمشي تشري تلقى يمكن بالعشرة انواع، حتى فيها القوم تاع اللوز نتاع العطرشيه نتاع الزهر، برشا قوات. نختار اي باكو نطيبها ساهله من غير ما نقعد نعمل ناخذ في الفص العظمه ونحط نشا الحاجات الكل. مريم قالت لي يما هاتينا نركض عليك وانتي حرك لي الكريمه. لا اله الا الله محمد رسول الله. كيما صغاركم الكل، البنات القرايه كبست، بدات الدوفورات على اخرها، ربي يوفقهم. هما ديجا بعد هي البارتي الثانيه متاع العطله هذه قصيره برشا، جيست بعد يكملوا الدوفار دو كونترول يقعدوا ايامات، يمكن جمعه ولا 10 ايام ويدخلوا في ولا جمعتين، نعرفش جمعه ولا جمعتين ويدخلوا في دوفار سانتيز ديريكت. لا اله الا الله محمد رسول الله. جبت البلاطو متاعي، اخترته مدور وحطيت فيه البابي كويسون ودهنته بالزبدة، لحاجتي دهنت القاع متاع اش اسمها القالب بالزبدة، وقتي حطيت البابي كويسون باش تلصق باش ما تقعدش تتحرك، وحطيت شوية ودهنته بالزبدة. باهي شنو اخر، هذه المكونات الجافة حطيتها الكل، كنقعد نحرك. لا اله الا الله محمد رسول الله. هي البنات تقريبا جاتني معتلة بالضبط، معناها القياس متاعها بالضبط. بالطبيعة إذا جاتكم خفيفة شوية تحسوها جارية شوية تزيدوا حتى مغرفة فارينة، إذا جاتكم يابسة شوية كلكم تعرفوا التكستير متاع الكيك. لهنا صبيت تقريبا مغرفة خل، أنا اخترت مش اخترت، أنا عندي الخل متاع التفاح، ما عنديش الخل العادي. عادي عملت عملت مغرفة خل، هو الخل كيفاش نقولوا يخليها تنفخ هيك بالقدا. بالطبيعة البنات ما نعرفش بانت في التصويرة لا ولا لا، نسيت انا حطيت زوز باكوات نتاع خميرة جاتو هذه، والقالب حطيت فيه شوي فرينة باش ما يشدش فوق البابي كويسون، دهنتها بالزبدة وزدت حطيت الفرينة، ما نعرفش علاش والله ما نعرفش، من بعد فكرت قلت انا نورمالمون البابي كويسون حتى ما ندهنوا بحد شيء ما يشدش، اما انا عملتهم الكل، حطيت البابي كويسون والزبدة والفرينة. هذه البنات الكيكة متاعنا، وباش نصب عليها الكريم باتيسير هاي. سخونين الزوز مش سخونين، الكريم باتيسير سخونة، معناها مازالت كي مريم كملت طيبتها، والكيكة مازالت ما حطيتهاش في الفوق. هكا حطيت الكريمة نصبها صبان لا نحرك لحتى شيء باش تقعد في بلاصتها. لا اله الا الله. بالطبيعة الفور انا حطيته على 180 درجة من اول ما بديت نحضر في الكيكة باش يسخن الفور، وشعلته من لوطة بركة. حطيت الكيكة في الفور، الرخامة شوفوا كيفاش دخلت بعضها، باش نغسل المعونات اللي تلموا.
لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا البنات تقريبا مع الخمسة متاع العشية كيك، أنا دخلت للكوجينة بعد العصر، بعد الأربعة يمكن لهنا الخمسة كيك. مهم مازال المغرب ما أذنش. وهي ما شنو باش تاخذ التحضير متاعها ربع ساعة يمكن مش أكثر الكيكة. في ساعة في ساعة كملتها وكها وغسلت معيناتي. ومن بعد تشوفوا باش نعمل لها طبقة متاع جاناج هي بالشوكولاتة. تزينوا باللي تحبوا، ثم اللي يحب يعمل لها بالشوكولاتة، فما اللي يحب يعمل كيفاش يطيب يعمل لها صوص شوكولا، يعمل يزينها بأي حاجة. المهم أنا خديت مغرفتين نوتيلا، زدتهم نص مغرفة زبدة وزدتهم نكتة حليب، خلطتهم في بعضهم وصبيتها فوقها باش مجرد زينة وكها. صبيت بزايد جافيل لأنه المعون بكله بالريحة متاع العظم، هذيك علاش كي تبدا الحاجة فيها عظم نصب أنا بزايد جافيل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. البنات الله يخليكم اللي وصلت معايا للدقيقة هذه، نحنا تو في دقيقة 16 تقريبا. اللي وصلت معايا للدقيقة هذه، هو الفيديو قدامي توا 21 ولا 22 دقيقة إن شاء الله بركة ما ينقصش منه. خاطر مرات كيما نقول لكم البنات تظهر لي هكا لقطة طويلة ولا معاودة نزيد نحيها في المونتاج. اللي وصلت معايا للدقيقة هذه الله يخليكم، مش تخسر حتى شيء كي تحط لي جنب. انتم تحبوني يوميا نهبط فيديو، تحبوني نتشجع ونرجع للقناة ونهبط فيديو، انتم زاده شجعوني. كي نلقى الفيديوهات طالعة والله بطبيعتي نتشجع. ربي ان شاء الله يبارك لكم ويعطيكم كل ما تتمناوا، معناها ما هيش معناها امر، لا بالعكس دلالة عليكم، ندل عليكم. الله يخليكم، الله يفرحكم ويعطيكم ان شاء الله يا رب، ينولكم اللي في بالكم الكل. اللهم امين يا رب العالمين. هو محلاه العبد نهار كامل ما طيبت حتى شيء، لا طيبت لا غدا لا عشاء. جيت قلت توا في من بعد بالطبيعة مش ما صورتهاش. نقلي المريم هي أغلبية الوقت نقلي لها كعبة فريتة كعبة أومليت، حاجة كان عامل لها بها كسكروتها. هذا هو، أما محلاها عبد نهار كامل ما طيبتش. جيست طيبت التاي كهو، ولا عملت كعبات الكريب صباح المري. ارتحت من التطيب بالحق البنات. مشكلة بالنسبة لينا، عيينا من التطيب، تعبنا ياسر نهار كامل واحدة تخمم شنو هو العشاء شنو هو الغدا، واقفة على الغاز بالساعتين ثلاثة في النهار، شنو باش تطيب وعلى بعضه مش معناها بالنهار تبقى نهار ما تطيبش، الناس الكل تبان لك جيعانة. يبدا من الراجل والصغار والكل يبداو جيعانين جيعانين. هذه البنات الكيكة هكا خرجتها، هي فاضت، هي مش فاضت كيفاش نقولوا، ارتفعت برشا لدرجة انه الكريمة تغطات. حتى تشوفوها من بعد كيف نقصها الكريمة. وهذه البنات قلت لكم خديت مغرفتين نوتيلا. هي النوتيلا مش الأصلية، النوتيلا هي كسعيد معناها كبديل للنوتيلا ولا شو اسمه. حطيت لها شوية زبدة، سخنتها لهنا في الفور بعد ما خرجت الكيكة حطيتها في الفور، لقيتها كلي خاثرة شوية، وليت زدتها نكتة حليب، زدت نكتة حليب وخلطتها بالقدا. هكا شفتوا كي جيت نحطها نلقاها كيفاش نقولوا نحنا يابسة شوية. زدتها يمكن حتى نص مغرفة حليب، ما زدتهاش برشا. هي ديجا سخونة ما سخنتها هي، انا ما عاودت سخنت الحليب، سخنت صبيته حليب كيما هو. لا اله الا الله محمد رسول الله. هاي البنات زدت نكتة حليب وخلطت مليح 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 وصبيته فوقها. اللي يحب يزين بمكسرات تزينوا باللي تحب، حتى تعمل صوص شوكولا. انا برشا مرات نعمل معاكم صوص شوكولا في الروبو. المهم ما كثرتش انا برشا، جيست معناها دوبا ما غطيتها من الفوق هكا هو، ما عملتش طبقة كبيرة متاع الشوكولاتة. لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. تشوفوها من بعد كي تتقص بنينة بنينة على الاخر. انا والله ما تعشيتها، خذيت منها مرسوه كهو.
خليت منها طرف كي بردت بالطبيعة يلزم تبرد بالقدا بالقدا باش تتقص، باش تبداش الكريمة جارية، يلزم تبرد مليح مليح. خليتها تبرد بالقدا ومن بعد قصيت منها طرونش كليتها. الحمد لله يا ربي، ما استحقيتش للعشاء، اللهم لك الفضل الحمد والشكر يا ربي. ان شاء الله البنات تعجبكم الكيكه متاعنا المره هذه. قلت لكم اسمها كيكه البركاني، اللي تحب تلوج عليها في تيك توك ولا في اليوتيوب. توا ولينا نستهل كيفاش نقولوا نستسهلوا التيك توك اسهل، كل واحده تعمل كيما تحب. هذه البنات كيكتنا بعد ما بردت باش نقص منها شويه. ما تتصوروش والله العظيم، ما تتصوروش البنه اللي فيها، بنينه 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 على الاخر. باهي البنات، مازال اقل من نص دقيقه على نهايه الفيديو. ديما نقول لكم الله يخليكم جيم والكومنتير، حتى من غير كومنتير جيم قليل صغير من عندكم. ربي يخليكم، ربي يفضلكم. نقول لكم بالسلامه، في امان الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ان شاء الله نتلقاو في الفيديو الجاي.